القضية. السلام عليكم. موضوع الحلقة، هذه الحلقة، هو استعراض لدراسة أجراها الدكتور ستيفن شينفيلد، وهو كاتب أمريكي متخصص بقضايا شمال القفقاز. الدراسة عنوانها أنه الشراكسة هل كانت حكايتهم أو مأساتهم إبادة جماعية أم لا؟ فهو يتحدث عن بلاد القفقاز، يستعرضها قبيل الاحتلال الروسي أو قبيل 1864. كانت مساحتها بحدود 56 ألف كيلومتر مربع، ولكنه لا يذكر أنه شركيسيا التاريخية وصلت مساحتها إلى 300 ألف كيلومتر مربع، لكن هذا بظل أنه قضيتنا. يقول الدكتور شينفيلد أنه الوعي بقضية الشراكسة ضعيف عالميا، وهذا في الحقيقة يعني لا يلام فيه غير الشركس. كثير من الشراكسة المفكرين والمثقفين كتبوا كتب تاريخ وكتبوا كتب عن العادات الشركسية والتقاليد، ولكن لم يبدأ بعد العمل المنظم السياسي على قضيتنا كقضية، قضية لها جذورها الضاربة في أعماق التاريخ، ولها آلامها اللي لا نزال معنا نحن الجيل الثالث المقيم، وأمامنا الجيل الرابع والخامس المقيم في الشتات. لم نبدأ بعد العمل على قضيتنا. يقول إنه كثير من الكتاب اللي زاروا روسيا ثم القفقاز في القرن التاسع عشر، مثل بيل والفرنسيين وديتسون الأمريكي، كانوا بسبب تأثرهم بالمسؤولين الروس اللي زاروهم بدأوا يحملوا وجهة النظر الروسية اللي كانت في كثير من الأحيان يعني قريبة من العداء السافر، وقريبة من موضوع عدم الاهتمام إلى درجة الإجرام بمصير الشراكسة. كثير من المسؤولين الروس اللي هو مثلا سنة 1860 تسلم الكونت يفدوكيموف موضوع ترحيل الشراكسة من القفقاز، وبدأت العملية بسنة 1862. أحرقت كل قرى الشابسو واحدة بعد الأخرى، ودفع بمن قبل أن يرحل أو يهجر إلى مناطق مستنقعات خلف نهر الكوبان، والذين رفضوا الرحيل رحلوا عنوة وبشكل قاسي جدا. وسمعنا أيضا طبعا عن القصص اللي كانت المرأة الشركسية المتوفاة وجثتها يابسة، واحد من أطفالها متوفي والثاني عم بيحاول يرضع من صدرها. مثل هذه المآسي اللي أدت إلى فناء نصف الأمة. الآن بتساءل دكتور شينفيلد، بيقول طيب يعني هل كان المقصود من تصرفات الروس في ذلك الوقت إبادة الشركس، يعني إبادة جماعية، أم أنه كان الموضوع يتعلق بالترحيل القسري؟ وبيستشهد بعمليات قام فيها الروس في سيبيريا. في سيبيريا كان في قومية اسمهم الياقوت،
وهدول عبارة عن قرويين مساكين صيادين أسماك وبصيدوا فرو الفقمة والى آخره. كانت مفروضة عليهم ضريبة معينة، فحتى يحصلوا هذه الضريبة لما صار بعض التراخي بدت عليهم عمليات قتل. وطبعا صار واضح انه يعني الروس ما بدهم يفنوا الياقوت لانهم بحاجة للضريبة هذه، ولكن قتلوا 70% من الأمة من هذه القبائل، لأنه كانوا يستعملوا أساليب يعني عنيفة جدا. أيضا بالنسبة لقزاخستان، بدأوا بمحاصرة الحدود الشمالية لقزاخستان منذ القرن السادس عشر، ولكن ما دخلوها إلا في القرن التاسع عشر، وبدأوا يحشروا الرعاة والفلاحين القازاخ في مناطق معينة، لأنهم كانوا طامعين هم بالأراضي الجيدة للروس وللقازاق حتى يعملوها مراعي أو يستغلوها للزراعة وللتطوير. فيقال أنه كثير من القازاق من أهل قزاخستان ماتوا من الجوع وماتوا من الحملات اللي شنت عليهم. أيضا أدت هذه العمليات إلى إفقار الشراكسة لأنها تزامنت في نفس الوقت. بيقول كمان بروفيسور شاينفيلد أنه يعني الروس كانوا بحاجة للسيطرة على شواطئ البحر الأسود الشرقية بعد ما عانوا في حرب القرم من تدخل القوات الأجنبية إلى جانب السلطنة العثمانية في ذلك الوقت، اللي وقتها طبعا تحملوا هم خسائر كبيرة جدا في الحرب، فصار من الضرورة عليهم أنه يستولوا على الساحل الشرقسي. طبيعي هذا يعيدنا إلى ماذا؟ هل كان الروس ينوون إبادة الشراكسة؟ الجواب اللي بتوصل له الدكتور شاينفيلد أنه لا، ولكن قسوة التعامل، يعني قضية التطهير العرقي اللي بدأ بأفكار الأمبراطورة كاثرين الثانية العظيمة، ونفذوا بعد ذلك نيكولاس الثاني وخلفائه، كانت قريبة من الإبادة الجماعية، ولكنها كانت كما يقول قضية تطهير عرقي بامتياز. نحن ما يعنينا في هذا ليس دقة التعريف، ما يعنينا في هذا حقيقة هو النظر إلى مصلحتنا وإلى قضيتنا وإلى مطالبنا. يعني لما بتساءل الرجل بطريقته العلمية المجردة بيقول هل هذه تعني نهاية الشراكسة؟ وبيستدرك بيقول لا، لأنه احنا شفنا في شركس أصلهم وبخ من موجودين في تركيا، والوبخ كما تعلمون يعني قبيلة كادت أن تباد، بدأوا يستعيدوا كلمات ومفردات اللغة الوبخ ويستعملوها ويحاولوا أن يضعوها في قالب علمي عصري. ونجد إلى جانب ذلك الحفاظ الجيد الممتاز من المؤسسات الشركسية على امتداد الشتات، الحفاظ على تقاليدنا وعاداتنا ورقصاتنا وثقافتنا وموسيقانا وأغانينا، ومحاولتنا لتجميع الأدب الشركسي مع حرصنا على المضي قدما إن شاء الله في رفع شأن هذه الأمة، لأنه نحن شعب يرفض أن يموت، ويرفض برغم قسوة
الثقافات المحلية، وأنا ما أقصد بقسوتها المقصودة، رغم أنه طغيان الثقافات المحلية، لا نزال نؤمن بأن لنا قضية ونعمل من أجلها. أشكركم على حسن مشاهدتكم، وإلى اللقاء.